عارف، في ناس كتير بتحس إنها مش تستحق يكون عندها حياة حلوة، أو إن الحاجات الكويسة ما ينفعش تحصل ليها. وساعات حتى بعد ما نوصل لحاجات كويسة أو نحقق نجاحات بنفضل مش حاسين برضا ولا عارفين ليه. الحقيقة إن الموضوع ليه علاقة بحاجة اسمها كره الذات، يعني إنك تكون مش طايق نفسك، شايفها قليلة، دايما ناقصاك حاجة وبتعاملها بقسوة. واللي بيحصل إنك من غير ما تحس بتبدأ تهدم نفسك خطوة بخطوة. خليني أقولك على 7 علامات ممكن تكون دليل إنك بتكره نفسك من غير ما تاخد بالك. العلامة الأولى: بتجلد نفسك طول الوقت، بتنتقد نفسك في كل صغيرة وكبيرة. أي غلطة تعملها تفضل تعاقب نفسك عليها كأنك ما ينفعش تغلط أبداً. عمرك ما بتمدح نفسك على إنجاز، بس أول ما تغلط بتجلدها بالكلام القاسي. بتلوم نفسك على كل حاجة بتحصل حتى لو مش ذنبك، وبتعيش دايماً بشعور الذنب وعدم القيمة. العلامة التانية: بتحس بعدم الأمان وسط الناس. كل ما تكون وسط حد ناجح أو واثق تحس إنك صغير أو أقل. بتقارن نفسك بيه وبتطلع دايماً خسران. تبص للي عنده اللي مش عندك، وتنسى الحاجات الكويسة اللي عندك فعلاً. وساعتها تبدأ تحس إنك مش كفاية وإنك عمرك ما هتوصل لمكانهم. العلامة التالتة: مهمل نفسك. مش بتنام كويس، أكلك مش منتظم، مش بتهتم بمظهرك، ولا حتى بتعمل حاجة تسعدك. تقول مش فاضي، بس الحقيقة إنك حارم نفسك من الاهتمام عشان جواك غضب منها. تشوف نفسك في المراية ومش حابب الصورة اللي قدامك، وتبدأ تتقبلها كأنك تستحق تبان كده. العلامة الرابعة: مش بتسمح لنفسك تكون سعيد. بتخاف تفرح، أو لما حد يمدحك تحس إنه بيهزر أو بيستهزأ. بتصدق النقد أسرع ما تصدق الكلام الحلو. ولما حد يحاول يساعدك ترفض وتقول مش عايزة أضيق حد بمشكلتي، فتفضل تاكل في نفسك لحد ما الفرح يختفي من حياتك. العلامة الخامسة: بتبعد عن الناس. بتحس إنك عبء على اللي حواليك. لما حد يحبك أو يهتم بيك تحس إنك مش تستحق ده. تبدأ تنعزل وتبعد، مش عشان مش عايز الناس، بس عشان مقتنع إنك وجودك بيضايقهم. العلامة الستة: لابس قناع. قدام الناس شخص، ولما تبقى لوحدك شخص تاني خالص. بتخبي حقيقتك عشان مش قابلها. بتحاول تبان محبوب أو متقبل، وبتتمنى طول الوقت تكون حد غيرك. مش قادر تصدق إنك ممكن تكون كفاية بالشكل اللي انت عليه. العلامة السابعة: بتخاف تحلم. عندك طموحات وأفكار، بس أول ما تيجي في بالك تقول أنا مستحيل أقدر. بتقتل الحلم قبل ما يبدأ. بتخاف تفشل، بتخاف تتكسف، فتفضل في مكانك. مش بتجرب، مش بتتعلم، مش بتعيش. كلنا فينا حاجات مؤذية لنفسنا بنعملها من غير قصد، بس أول خطوة في التغيير إنك تبقى واعي. لما تبدأ تلاحظ إنك قاسي على نفسك، وقتها تقدر تغير ده. بشوية صبر ودعم ووقت هتقدر تتعلم تحب نفسك وتسامحها، وتعيش حياة أهدى وأريح. قولي بصراحة، هل حسيت وانت بتسمع الكلام إن في حاجات دي شبهك؟ لو ده أول دليل إنك بدأت تفهم نفسك.